تقول: إذا كان الإنسان يريد طلب العلم ومنعه والداه فهل يمتنع أم يذهب؟ نقول لك يا أخ سليم محمد الزهراني: إن كان الوالدان محتاجان له لولدهما ومضطران إلى بقائه عندهما فينبغي أن يبقى وأن يقوم بشؤونهما ويرعى مصالحهما. أما إذا كان هو مجرد المحبة والحنو فلا بأس أن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات، ولا شيء يعادل فضل العلم لمن صلحت نيته. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يستشهد على وحدانيته إلا ملائكته وأولي العلم من خلقه، لم يستشهد على أجل مشهود عليه وهو وحدانيته التجار ولا الملوك ولا الأغنياء، بل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فدل على فضل العلم. فإذا منعه من هذا فأرجو أن ذهابه إلى العلم وطلب العلم لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتلطف بوالديه وأن يستأذنهما ويطلب أن يرضى عليه، هذا هو الذي ينبغي. أو كان في مصلحة راجحة أيضا ولم يطل سفره عنهما فلا مانع. أما إذا طال سفره عنهما فإن شوقهما نحوه عظيم، فلا ينبغي أن يطيل السفر عنهما، بل عليه أن يسافر للمصلحة العامة أو لطلب العلم، لكنه يتعاهدهما ويزورهما بصورة مستمرة، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي فيه تيسرت المواصلات والتقارب بين المسافرين وبين أهليهم لسهول المواصلات من طائرات وسيارات ونحوها، والله أعلم.